بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في فيديو جديد سهل وبسيط مع أم بودي. النهاردة إن شاء الله هنعمل البسكوت بالنشادر، بس بالمقادير الفلاحي، البسكوت البلدي الهش الخفيف الجميل اللي بيديكي كمية حلوة قوي. يعني دوت كيلو دقيق ادانا 2 كيلو بسكوت ويمكن أكتر. بسم الله ما شاء الله، هو مش أكتر كتير، يعني كام بسكوتة كده. اللهم بارك. آه أنا معايا، اللهم صل على سيدنا محمد، 300 جرام سمنة. 300 جرام دولت بما يعادل كوباية كبيرة من الشوب دي، أو كوباية ربع كيلو. ومعاها حوالي معلقتين سمنة كبار كمان، معلقتين هرميين. اللهم صل على سيدنا محمد. هنا كان من الجو كان حر، يعني حر مش حر حر، يعني كنت مولعة الفرن فالسمنة كانت ساحت شوية. بس إذا ما ادتناش اللون الكريمي دوت نحطها في التلاجة شوية، بس هي نحطها في التلاجة شوية، بس حوالي 5 دقايق كده السيحان دوت يروح. بس هي الحمد لله ادتنا اللون الكريمي على طول، جمدت على طول مع الضرب. بسم الله ما شاء الله. انا بقى معايا، اللهم صل على سيدنا محمد، السكر قد السمنة، 300 جرام سكر. السكر كان ناعم قوي، وكنت جابسه الكوبايه عشان تاخد ال 300 جرام. يعني هي كانت لازقه، انا مش بجيب سكر وبحط، لا، هو السكر كان لازق في الكوبايه مني، كنت كبساها عشان تاخد ال 300 جرام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. على فكرة، لو عندك مضرب سلك ممكن تعمليه، لو بإيدك ممكن تعمليه. زمان ما كانش فيه لا مضرب سلك ولا مضرب كهرباء. اللهم بارك. وكان بيطلع منهم أحلى بسكوت. بس أنا عندي بقى كانوا بيعملوه القمع بتاع المكنة. أنا ما كانش عندي قمع للأسف، هو اللي ما اداش الشكل اللي بيطلع معاهم. لما كان عندي قمع، بسم الله ما شاء الله، كان بيطلع النقشة يا دوبك باينة خفيفة كده، مش مخربش زي ما انا عاملاه، عشان اللمواس عندي فيها خربشة، يعني هي اللمواس كده بتدي النقشة مخربشة. ونضرب كويس قوي، وبعد كده بنجيب بقى المعلقة، او بتعملي بايدك، خدي امسحي الجناب بايدك علشان خاطر السكر يدوب معاكي. والله كان زمان ما كانش بيجيبوا سكر بودرة ولا حاجة، كان بيبقى سكر سنترفيش بس ناعم. تاني يوم يدوا بايديهم كده لحد ما يدوب، كان بيبقى احلى بسكوت بسم الله ما شاء الله. واوقات كتيره ما كانوش بيعملوه بالبيض، يعني ليا جارتي مش بتعمله بالبيض خالص، يعني بتعمله بالنشادر والدقيق والبيكنج باودر وبس. يعني نضرب كويس. شايفين بسم الله ما شاء الله السمنه بقت كريم ازاي؟ زي ما قلت، السمنه لو كانت صحت منك حاجه بسيطه، يعني سايحه قوي، حطيها في التلاجة تجمد. انا هنا معايا بيضتين، يعني شوف كيلو دقيق هحط له 2 بيضة بس. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. وديت رشة فانيليا، وحطيت معلقة خل قبل كده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. هما ما كانوش بيحطوا خل، كانوا بيعملوا بالبيض البلدي. الله يبارك لهم يا رب. البيضة التانية ما بحطش البيض كله مع بعض، دي رشة ملح. كل ما البيضة تروح احط البيضة التانية، وهكذا. دي بقى الفانيليا، كانت الاول كان الخل، معلش، اول بيضة كنت حاطة معاها رشة الخل. يبقى هنا رشة ملح، 2 بيضة، 300 جرام سمنة، 50 جرام زيت. دولك بقى 50 جرام الزيت، أقل من ربع كوباية. الكوباية واحدة اللي تعايري بيها، أو بالميزان. يعني هو بياخد من 300 جرام سكر من ربع كيلو سكر، يعني لزيادة معلقتين، يعني ربع كيلو سكر ومعلقتين مثلا. هتجيبي كيس السكر، ما عندكيش ميزان، هتجيبي كيس السكر وتعيريه في 4 كوبايات. تجيبي 4 كوبايات تعيريهم فيه، وتاخدي منهم كوباية، وحطي عليهم معلقتين أو 3 كمان. برضه هنضرب لحد البيض ما يروح خالص. هو زي طريقته زي طريقة أي بسكوت، هو الفرق فيه إن النشادر بتاعته تكون كتيرة شوية.
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا. انا هعمله بالبرتقال، ممكن تعمليه باللبن. كان معايا كوبايه برتقال، الكوبايه دي بما يعادل عصير 3 برتقانات. ممكن تعمليه باللبن، بيبقى جميل قوي باللبن برضو. وكنت بشرب برتقانتين. هما مش هياخد الكوبايه دي كلها، هو اخد حوالي برتقانية ونص بس. اخد حوالي عصير برتقانة ونص بس، يعني اخد زيادة معلقتين عن نص كوباية. الكوباية الكبيرة. انا هنا معايا كيلو دقيق، هحط له معلقة بيكنج باودر، معلقة صغيرة. كيلو الدقيق هحط له معلقة صغيرة بيكنج باودر. انا كنت كملت المعلقة. ومعايا هنا 3 أو 4 معالق نشا، هما مش بيحطوا نشا بصراحة، بس النشا مع الكحك او مع البسكوتات بتدي لها هشاشة وطعم جميل قوي ونعومة حلوة، بسم الله ما شاء الله. هما مش بيحطوا نشا، هو دقيق والنشادر وخلاص. وانتي بتجيبي النشادر لو هتعملي كيلو دقيق، خليه يوزنلك 30 جرام نشادر. كيلو كان زمان بيقولوا عليها وقية النشادر. كيلو دي بياخد وقية نشادر او وقية نشادر. الوقية دي انا سألت عليها تعمل قد ايه، قال لي 30 جرام. فانا وانا بجيب كده بقول له عايزة 30 جرام نشادر. يعني هي في ايدك تسألي الراجل، قال معبيها كيس، قولوا له طب وزنها لي شوف الكيس ده كام جرام. ما تاخديش كده وتمشي، لا قولي له الكيس ده كام جرام. والنشادر تكون مفرفرة كده، ما تكونش مكتلة، يعني متكتلة او مرطبة، عشان تديكي نتيجة كويسة ان شاء الله. وبندخل الدقيق مع النشادر مع البيكنج باودر. وبرضو كانوا بيحطوا له سمسم، بس انا نسيت احط السمسم، المفروض السمسم يتحط هنا مع الدقيق. انا نسيت احطه بعد ما عجنت وخلصت. افتكرت جبت السمسم ولميته مع العجينة تاني. بسم الله ما شاء الله. شايفين كيلو دقيق حتى في عجنه مدي كمية قد ايه. ولسه ما خلصناش الدقيق برضو. والبسكوت ما بيتعجنش عشان ما بيتحط ما يتعملوش عرق. البسكوت يا دوبك تتلم الخامات بتاعته كده، السمنة مع الدقيق مع البرتقان او اللبن. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. وبيديكي كمية كبيرة جدا، بسم الله ما شاء الله. يعني انا من هشاشته ونفخانه، بس كان نفسي يبقى فيه قمع علشان النفخة بتاعته تبان، يعني وشه ده ما يبقاش مخربش كده. ان شاء الله نبقى نعمله ده مرة تانية بالقمع. بيبقى جميل جدا وشكله حلو قوي كده، وشه املس وناعم وحلو. هنا هنستخدم ايدينا زي ما قلت قبل كده. مش لازم يكون عندك مضرب كهرباء او مضرب سلك. بايدك. نفتكر كده الحاجات اللي كانت بتتعمل زمان. هل المعدات الموجودة دلوقتي كانت موجودة زمان؟ لا، كانوا بيستخدموا ايديهم، بسم الله ما شاء الله. والحاجة كانت بتطلع ناجحة وجميلة، اللهم بارك. انا مش بعجن، انا بحاول الم العجينة كده والفها زي ما انتم شايفين، علشان خاطر تتشرب الدقيق. واذا لقيتيها كده احتاجت لبن تاني او مادة سائلة، ممكن تحطي معلقتين. هي بتبقى عجينة لينة كده وجميلة وناعمة في الايد، اللهم بارك. ممكن الزيت هو اللي يكون كتير والسمنة قليلة. ممكن تعمليه بزيت خالص بس يكون زيت نضيف. والزيت النضيف بسعر السمنة. يا سلام بقى لو سمنة بلدي كمان، اللهم بارك يعني. او خليط من السمنة، لو جبتي الوش اللبن كده وسيحتيه قدحتيه مع اي سمنة، هيديكي طعم السمنة البلدي. وتشتغلي منها كحكك وتشتغلي منها بسكوتك. هنا كنت خلاص بقى خلصنا. ما هوش محتاج حاجة، يحتاج يعني هو اخد بالظبط كوباية الا ربع لبن. برتقان. يا ما احنا بنعمله يا بلبن يا برتقان.
عايزه تحطي بشر برتقال حطي، مش عايزه تحطي ما تحطيش. انا هحط سمسم بس بعد ما كنت ناسياه. مش عايزه تحطي سمسم ما تحطيش برضو، ده شيء يرجع لك، الاطعمه دي شيء يرجع لك. اهو تغطيه بقى. انا افتكرت السمسم، رحت جبت السمسم اهوت وحطيته حوالي معلقتين 3 بس. اقلبهم بقى في العجينه كويس واغطيه ونجيب المكنه. والمكنه ديت ما اكيد موجوده في كل بيت، مش عندك هاتيها من عند مامتك، هاتيها من عند جارتك، يعني الناس لبعضيها. ممكن بقمع، شايفين؟ القمع اللهم صل على سيدنا محمد بقى ما بيديكيش الخربشه دي. انا اي بسكوت معايا الماس دي للاسف بتديني الخربشه، يعني هي نقشتها كده خربشه. في البسكوتات بقى التانية، المقادير التانية بتخلي شكل البسكوتة جميلة جدا، بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. دوت بسكوت العين النجمة، هو كان ارفع من كده. هيدخل الفرن بقى تبصي تلاقيه نفش بسم الله ما شاء الله، وتحطيه في الشاي اذا كنتيش تلحقيها بسرعة كده هتقع في كوباية الشاي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. انا كيلو الدقيق عمل لي 5 سجان، دول كانوا 2 وكانوا 2 في الفرن وواحد بره. شايفين لما طلع بيقعد حوالي ربع ساعة في الفرن او اقل شوية بسيطة يعني. انا كنت بقى عملت كوباية شاي، كنت في السحور لسه هنسحر. عملت كوباية شاي وقعدت اغمس بيها، وده العجين اللي بقى في المكنة عملته قطع، وديت بسكوتات كبرتها شوية وعملتها زي كحكات كده، بيبقى شكلها حلو اوي بسم الله ما شاء الله. شايفين الفراغات اللي فيه؟ شايفين الفراغ؟ بس كنا قربت ايدي للكاميرا قوي فزغللت فيه. كله مسامات كده وخفيف خفيف قوي، تنفخ البسكوتايه بايدك تقع. شايفين بسم الله ما شاء الله؟ اداني كميه قد ايه؟ 2 كيلو. وبكده الفيديو بتاعنا يكون خلص، واستودعكم الله التي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كل سنه